السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد فور نزوله. اخليه بعد شويه. الموضوع بايخ وبقى يعني دمه تقيل ان هو فرقه ما يجيبهاش قرار تنسحب من الملعب. وانا بس عايز اوجه رساله للساده في اتحاد الكوره والساده في رابطه الانديه. هذا المشهد لغايه امتى هنفضل نشوفه كده في الملاعب بتاعتنا؟ مشهدين. يعني ايه لاعب يروح يحط صدره في صدر الحكم ويشوح بايديه ويشد الحكم بالفانيلا او يقعد يعمل له ما اعرفش يقول له روح شوف الفار؟ يعني ايه يعني ايه المشهد ده؟ تلاقي 10 لعيبه رايحين على الحكم كده هياكلوه. ويعني ايه الفرقه تخرج تنسحب وتقرر ترجع بعد 15 او 20 او 25 دقيقه؟ شفنا ده من انبي قدام فيوتشر في الكاس، وشفنا امبارح الاسماعيلي قدام المقاولين في الدوري. طب ده كلام ايه؟ ويقول لك اصل اللائحه تنص على انه 100,000 جنيه اللي يعطل او يحرض الفرقه على الانسحاب. 100,000 جنيه. طب حلو قوي. طب وبعدين لما موقفين زي دول 25 دقيقة في ماتش الانبي وفيوتشر، وامبارح 18 دقيقة ولا اعرفش كام في ماتش الاسماعيلي، ده منظر وده مشهد؟ يعني هل يليق بكرة القدم المصرية اللي بتضم المواهب دي؟ ده انا الراجل فيتوريا واحنا بنسأله مرة قال لك انا يعني فوجئت. راجل عنده صدمة من كم المواهب من وجهة نظره اللي هو شايفها في كرة القدم المصرية. احنا بقى بنقوم جايين ضاربين كرسي في الكلوب بدون سبب. يعني حاجة كده تبص تلاقيها ملهاش معنى. حكم يعمل حاجة زي أمر الدولة كده، قرار غريب. إيه تنظيم كده تلاقي مثلا فار الشاشة عطلت 25 دقيقة. تبص تلاقي اللعيبة تقول لك مش لاعبين ويخرجوا من الملعب، والناس تقعد تتكلم وتقعد تفت وتلت علينا بره. حاجة بدون سبب، لا حاجة فنية ولا أزمة فنية ولا أي حاجة خالص. فتعمل تشويه للكرة عندك والتنظيم عندك اللي فيه مجهود شغال وناس شغالة وناس تعبانة وناس شقيانة. يعني حاجة الحقيقة امبارح انا معرفش كيف يرضى ويرتضي اتحاد الكورة ورابطة الاندية بالفوضى دي. كامل التقدير للاندية، لكن ده ما ينفعش. عشان كده طلع مسؤولين الاسماعيلي نفسهم بعد المباراة اعتذروا على هذا المشهد وقال لك احنا متقبلين اي عقوبات. القصة مش في العقوبات، ومش قصة في المبدأ. المبدأ الايمج هو فين؟ الصورة بتاعتك شكلها ايه قدام الناس؟ مع ان الاسماعيلي لما رجع الماتش اتلعب جاب التعادل، يعني بينالتي. هم بيقولوا لك الكرة الحكم كان حاسبها جول، حاسبها بينالتي، فاللاين مان قال اوف سايد، الفار قال لا مش اوف سايد، هي فعلا مش اوف سايد وفعلا بينالتي. فقال لك لا، الاسماعيلي قال لك لا، لعيبه الاسماعيلي وبقى محمدي ورجالته، وفضلنا في كده 15 20 دقيقه. ويبص تشوف اللعيبه وهي واقفه على الخط وماسكه الموبايلات اه والله في ال 20 دقيقه، ويشوفوا اعاده الكوره. ده ارقام ما بشوفهاش في اي حته. ده نقول ايه ده؟ هو الحكم مش حاسب ولا ايه؟ مال الحكم مريح كده؟ يعني احنا بقينا نشوف وقت، بقينا يافطه الاحتساب الوقت الضائع اللي بتطلع دي مكتوب عليها 25 خلاص يا باشا عملنا الصح والدنيا تمام. الجمهور كده هيبقى موجود في استاد القاهرة يوم الحد الساعة 9 بالليل. الراجل الشلماني الحكم الليبي هيصفر عشان تنطلق مباراة الأهلي والوداد بحضور الساعة الكاملة بقى لاستاد القاهرة. خلاص بنتكلم في 50,000 تقريبا يعني.